القضيه ديال اليوم او الجريمه ديال اليوم هي كانت في الاوائل ديال التسعينات. هذه القضيه ديال اليوم اللي خلات المحققين وخلات الامن الوطني انهم يحيروا في الامر ديال هذه القضيه. الخيوط ديالها كانت مشربكه فيما بينها، كانت الامور عندهم صعيبه باش يلقاو هذا القاتل اللي بالتالي غيحصل وغيبان وغيتعرف شنو هو السبب باش قتل هاد الزوجه ديالته اللي تزوجها عن واحد الطريقه اللي بزاف الناس كتوقع لهم تقليديه او التقاليد والعادات ديال تمشي كتخدم او تقول لوالديك نقلبوك على واحد الانسانه باش تزوج بها على سنه الله ورسوله. كاين الناس اللي كينجح لهم هذا الزواج وكاين الناس اللي ما تينجح لهمش، كل واحدين كيفاش. المهم اذا كنتوا اول مره غتشوفوا هذه القناه، هذه قناه محتوى ديال قصص حقيقيه وثائقيه تاريخيه. هذا الشيء فين كتجي هذه القناه. نتمنى منكم اذا عجبكم هذا المحتوى انكم تعطيونا واحد اللايك ديالكم، واحد التعليق ديالكم، وايضا تشتركوا معنا في هذه القناه هذا. وشكرا لكم. عرفوا كيفاش هذا السيد هذا اللي هو كانت المهنه ديالته عامل البناء، كان بناي وكان تيسكن في واحد المدينه ولكن الخدمه ديالته كانت بعيده على ديك المدينه، وكيفاش حتى تعرف على هذه الزوجه ديالته اللي كانت زوجه باقه صغيره في السن، كانت في مقتبل العمر ديالها، واحد البنت اللي هي زوينه بزاف. كيفاش تزوجها وكيفاش غيرتكب هذه الجريمه وشنو هما الاشياء اللي خلاوه يرتكب هذه الجريمه في حق هذه الزوجه ديالته، والمعاناه ديال الامن باش يوصلوا لهذا القاتل اللي كان هو الزوج ديالها، وكيفاش حتى غادي يتقبض. هذا الشيء هذا اللي غنعرفوه كله في هذا الفيديو. اول حاجه اخوان الاخوات، هذا السيد كي قلت لكم كان عامل ديال البناء ومشى كان تيخدم في واحد المدينه اخرى، ملي كيتنقل ليها من شهر او من شهرين عاد تيرجع للمدينه ديالته. من بعد ما دار واحد الدويره ديالته وما بعد جمع واحد شويه الفلوس، رجع طلب من الام ديالو من العائله ديالو انهم يزوجوه بشي بنت الناس اللي غادي تعمر عليه ويدير معها وليدات. فداك الشيء اللي وقع الاخوان ان هذا السيد هذا تزوج بواحد البنت كي قلنا لكم اللي كانت باقه فتاة شابة في مقتبل العمر ديالها، تزوج بها على سنة الله ورسوله. زواج تقليدي لأنه ما كان تيعرفها ما كانت تتعرفو. تزوج بها، داروا العرس، كلشي داروه بالزربة، جات لدارو، جلسوا واحد شوية هو وياها. من بعد الراجل ضروري خصو أنه يرجع للعمل ديالو اللي تيبعد على المدينة ديالو بعد الكيلومترات اللي غادي يولي يرجع على 20 يوم أو شهر عاد غيرجع عند الزوجة ديالته. غيمشي هذا الراجل هذا غيبدا يخدم، غيجي غيولي يمشي غيولي يجي، الحياة غدا مستمرة مزيانة، غدا العلاقة مزيانة ما بين هذا الزوج العامل البناء والزوجة ديالته. كانت الأمور كلها غدا مزيان، ولكن في واحد النهار غادي يتفاجئ هذا الزوج هذا أنه كيجيوه مكالمات مجهولة من بعض الناس كيقولوا له بأن الزوجة ديالتك راهي كتدخل واحد السيد للدار بالليل. جاتو هاد الاتصال ما داش على هاد الهضره الاولى الثانيه الثالثه. كان تيكون جالس حتى تيجي على غفله للدار ما تلقى والو، تيقول ياك ما غير شي واحد تيبغي يدير لي هذا يخلق لي هذا المشكل، ولا شي واحد تيدير لي هذا الشيء هذا، ولا بقى من وين الراجل ولا تيمشي للعمل ديالو ما مرتاحش، تيمشي للخدمه ديالته ما تيرتاحش. ولكن القضيه وما فيها باش رجعت لكم من الاول ان الانسان خصو يكون دي شي انسان اللي مقتنع به ومقتنع بها. اثبت ان هذيك السيده فعلا كان عندها واحد العشيق او واحد السيد اللي كانت هي وياه في علاقه قبل ما يتزوجوا، ولكن من تزوجات وكانت ديك الفرصه عندها وما عرفاتش ان هي تزوجات على سنه الله ورسوله، وخصها تصون الراجل ديالها اللي تمشي يخدم عليها في بلايص اخرين، تحافظ على الراجل وتحافظ على البيت الزوجيه ديالها. ما استطاعتش دير هذا الشيء وبدات كتجيب داك ديالها وكديرو بطريقه متسلله للدار وكيبات معها في الفراش ديال الزوج ديالها. مين بقى هذا الراجل تيسمع وتيولي ويصوني عليه دوك المكالمات، قرر انه غادي يقبض واحد السيد اللي كان داير فيه الثقه وغيقول له تبغيتك انك تبقى حارس ليا على البيت ديال الزوجه ديالي، واش مورايا فعلا كيجي شي واحد. وهذه هي الكارثه الكبرى، ان داك السيد اللي كان تيثيق فيه فعلا بقى تيحضي له المنزل ديالو بالليل، وتا خبروا بالله انه فعلا كيجي واحد الراجل للمنزل ديالك، دخل عند الزوجه ديالك من بعد اوقات متاخره من الليل وما تيخرج حتى للصلاه ديال الفجر، عاد تيخرج تيمشي بحالته. هذا الراجل هذا ما مالكش اعصابه، بقى تيفكر واش غيمشي يديكلاري الامن، واش انه غادي يمشي ينتقم من هذه المراه وهذا الراجل وغيدير شي جريمه. بقى تيفكر كيفاش غنضيع حياتي، كيفاش غنضيع مستقبلي. بقى جالس وهو تيفكر، وراكم عارفين الانسان تيتلفوا له الافكار ما تيبقاش عارف شنو غيدير. ولكن واحد النهار
شنو جا في بالو؟ انه واخا غادي يرتكب ديك الجريمه زعما غيدير لها تخطيطات بحال داكشي اللي كنشوفو في الافلام، ولكن واخا هاد المراه خائنه ولكن الروح عزيزه عند الله، كان عليه انه يمشي يبلغ الامن وما دارش هادشي، بالعكس بقى تيفكر في افكار جهنميه. شنو غندير النهار اللي غادي يمشيو الناس ديال الشانطي تيمشيو الاكثريه بحالاتهم عند ولادهم، انا غنقول لهم ما غنمشيش وغادي نجلس هي مع دوك الشباب اللي غادي يشهدوا لي بلا بقيت انا هنايا في الشانطي، دوك الشباب اللي ما متزوجينش وحنا عارفين في الشوانط انه النهار ديال الويكاند دوك الشباب كلهم تيخرجوا من بعد مدة تسال الخدمه عليهم تيدوشوا تيخرجوا تيمشيو يتساراو في المدينه اللي راهم فيها، اللي كيمشي لشي حاجه تيديرها تيجيو في اوقات متاخره. هذيك هي اللي كانت الفكره ديال هذا العامل البناء. شنو غيدير؟ غادي يمشي وغادي يركب وغادي يلتحق بالمدينه ديالتو اللي كتبعد غير بواحد الساعه او ساعه ونصف على المدينه ديالتو، وغادي يقوم بهذه الجريمه اللي غادي تحير المحققين وغتحير انذاك الامن بواحد الحيره كبيره وما غاديش يلقاو لها الخيوط، ولكن في الاخير غادي يتقبض. ركب فعلا، ركب في واحد الحافله ومشى حتى للمدينه ديالتو واحد الوقت اللي متاخر. كانوا عنده السوارت الضوبل السوارت، فتح الباب ديال الدار دخل لقى غير المراه ديالتو بوحدها. لقى ديك المراه قتلها بواحد الطرق اللي هما بشعه، قتلها ولا سد داك الباب، مسح جميع الاشياء اللي غادي كتدل بانه جا، مسح البصمات ديالو، ما شافو حتى شي واحد انه جا عارف اش كيدير ومخطط لهذا الامر. جا ولا رجع مشى تيقلب في المكان د الحافلات، ما لقاش الحافله اللي غتخرج ديك الساعه، ولا التجا للطاكسيات، غيركب في الطاكسيات، غيركب فوق حتى لواحد المدينه عادي، ولا من ديك المدينه يمشي للمدينه فين هو خدام. تما شوفوا ربي من تيبغي انه يثبت عليك شي شاهد. تلاقاه واحد السيد اللي هو قريب من ديك الحومه فين ساكن، اللي هو خدام عسكري خدام في الارمي، وكان شاف فيه بعض الجروح في يدو، وقال له فلان وياك شي باس مكان؟ قال له لا لا راه والو ما كاين والو. هو ديك الساعه من بقات المراه ديالو كتناطر معاه خلات له بعض الامارات في يدو. هذاك السيد ما داه حتى شي حاجه، ركبوا مشاو كلهم. هذاك نزل في ديك المدينه مشى لمدينه اخرى. البناي اللي ارتكب هذه الجريمه غيرجع للمدينه ديالتو قبل ما غيجيو هذوك الشباب وغيدير راسو بلا هو بقى تما وبلا راه ناعس، اللي غيشهدوا له بلا فعلا كان ناعس. هذا هو الامر اللي غيحير المحققين. بالفعل رجع لقى هذوك الشباب مازال ما جاو من واش الملاهي او انهم كانوا في شي حفله او العلم ولا الله. مشى لبلاصتو دار راسو بحال اللي ما كان حتى شي حاجه، غسل راسو غسل حالته، دخل في فراشو وهو مرتكب جريمه في حق ديك الزوجه ديالتو، ارتكب في حقها جريمه. نعس حتى جاو الشباب اللي كانوا معاه، لا قلت ليه ناضوا كما العاده، ناضوا اللي غيخدم اللي غيمشي يدير شي حاجه غيديرها، ناض حتى هو كما العاده وتهضر عادي، حتى كيتفاجئ بالتليفون تيتصل به ان الزوجه ديالك لقيناها مقتوله ولقينا كلشي البيبان مسدودين وكلشي. كيفاش اش كتقولوا شنو هادشي؟ قالوا هادشي اللي كاين خصك دابا تجي. مشى بقاو تيسالوه الامن فين كنتي واش ما كنتيش واش عندك شي كدا، قال لهم انا عايش انا والزوجه ديالتي حياه مزيانه. بداو تيسولوا، مشاو التحقوا حتى لذاك الشانطي فين كاينين، لقاو بزاف ديال الناس اللي كيشهدوا بان هذا السيد ما جاش ما مشاش ما رجعش من هذه المدينه لهذه المدينه. المحققين تلفوا الخيوط هذه الجريمه ما مفهوماش. كيفاش المراه تقتلات، البيبان مسدودين، الشراج مسدودين، شكون اللي يدخل عندها، شكون اللي قتلها وشكون اللي دار هذه الجريمه الشنعاء؟ ما لقاو لا ادله، ما لقاو بصمات، ما لقاو حتى شي حاجه. بقاو تيبحثوا تيقلبوا في الخيوط هذه الجريمه ولكن والو، ما لقاو حتى شي حاجه، ما لقاو حتى شي حاجه. ولكن كي قلت لكم ان الروح عزيزه عند الله سبحانه وتعالى، دازت واحد المده ان هذه القضيه بدات كتنسى. واحد النهار هذاك العسكري اتصل بالوالده ديالته، هو كان تيخدم في ديك المدينه قلت لكم، وعاد يمشي لمدينه اخرى اللي راها بعيده على الملجا ديالهم. حنا عارفين العسكر تيجلسوا مده 6 شهور، شحال هذه كانوا تيجلسوا، كان تيجلس عام. اتصل بالوالده ديالو، كي دايره كي داير الناس، بقاو تيهضروا حتى جبدات له قالت له راه النهار اللي خرجتي يا ولدي مشيتي ركبتي، راه هذاك النهار وقعت واحد الجريمه عندنا في اللحيه، راه شنو وقع. قال لها كيفاش؟ قالت لي عاد راجلها مشى معايا الطاكسي ومشيت انا وياه تنهضروا. قلت له كيفاش؟ ولكن هو راه ما راهم بحثوه وكان بلا ما جاش. شتي ان الروح تتبان. قال لها لا، راه هذاك الراجل ديالها راه مشى معايا
في الطاكسي اللي مشيت فيه انا، نزلنا بجوجنا في نفس المدينه، عاد ركبنا كل واحد مشى للمدينه اللي غيمشي لها، وراه كانت فيه واحد الامارات في يديه. قلت له ولدي ولكن هذا الشيء هذا بصح، اذا راه هو اللي ارتكب هذه الجريمه في حق هذه السيده هذه. هو قال لها الام ديالو بلا غادي يقبض واحد الكونجي من عند الشاف ديالو، غادي يجي يدلي بالشهاده ديالو. داكشي اللي كان هو بقى داكشي مسوسو السيد، انه شاف داك السيد والاخر يتبرأ بلا ما كانش، بالفعل جا ومشى عند الامن وقال لهم بلا انا هاشنو ديك الليله راه قالت لي امي بلا هذيك الليله اللي كنت انا مشيت، هذيك الليله فاش وقعت ديك الجريمه، وهذا السيد راه مشى معايا الزوج ديالها وكانوا فيه امارات في يده مخبوش بحال فيه شي حاجه، وراني ما ديتها حتى في شي حاجه حتى اتصلت بالوالده ديالي. تفتح الملف بان لهم راس الخيط، بان لهم بلا كاين في الموضوع ان بلا كيفاش هاد السيده هادي ما تحل عليها بيبان كلشي مسدود، والسيده مذبوحه بديك الحاله ومديوره هذيك الحاله، وما لقاو بصمات، ما لقاو حتى شي حاجه، ما لقاو السيده مغتصبه، ماشي اطار السرقه. كيفاش على هاد السيد اللي جا لها الدار وقتلها علاش غادي يجي قتلها ويمشي؟ ما غيخلي به واحد الحاجه ديال انه اغتصاب او سرقه او حتى شي حاجه، خلى الدار كيف ما هي وخلى المراه كيف ما هي، الا قتلها وخلاها في سبات. قوتوا لهذاك السيد اللي كان غادي بدم بارده ناسي شنو دار، قلتوا له اجي. عندنا جا الملحقه ديال الامن الوطني حتى كيتفاجئ انه تيقولوا له بلا انت هو صاحب الجريمه. لا ماشي انا. بداو المحققين كانوا ميقنين انه هو صاحب الجريمه، قالوا له كاين طب الطيب، عندك شهود وعندك ادله وعندك بلا شنو الامور. قلبوا على الطاكسي، قلبوا على كل شيء، قلبوا، حاصروه وداروا له واحد التوثيق وداروا له واحد الدائره اللي صافي ما بقالوش فين غيهرب وفين غيزيد هرب. تما فين اعترف لهم بالجريمه ديالو، اعترف لهم علاش دار هذه الجريمه، فكر باش يدير هذه الجريمه وشنو هما الاشياء اللي جاوه باش دار هذه الجريمه. في الاخير تقبض لان الروح عزيزه عند الله وتقبض. ولكن هنا خصنا نبينوا واحد العبره، ماشي القصه او هذه القضيه غنهضروا فيها وفقط غنمشيو، لا بالعكس خصنا نهضروا على انه هذا الوقت هذا خصنا قبل ما ندخلوا في واحد العلاقه اللي علاقه جديه، كان واحد الوقت الزواج ديال النيه فعلا، ولكن حاليا خص الانسان انه يعرف مع من غادي يعيش ديك الحياه الزوجيه، وتكون فاهم مع ديك الانسان اللي غيعيش معها ويكون مقتنع بها ومقتنع به. لان بزاف الناس تطيحوا في نفس الغلط، الجريمه او ما ترتكبت شي حاجه كتكون واحد الكارثه اخرى ديال الطلاق وديال الشهوه وديال التصوير وديال الفضائح وديال بزاف الحاجات. لهذا خص الانسان انه دائما ما ياخذ واحد الخطوه وما يدير واحد الحاجه حتى يكون هو اللي مقتنع بها مع واحد الانسان اللي غيشارك معاه حياته. كيشن هذا البناي اللي تقاتل ودار وتزوج هذه السيده على سنه الله ورسوله، وهي خانته مع الخليل ديالها او العشيق السابق ديالها، ولكن في الاخير هي مشات ضحيه، مشات ماتت، قتلها ماتت، واخا كانت دايره واحد الحاجه اللي ما يبغيها الله لعبده، وهو كذلك مشى حياته كامله غيدوزها في السجن. البناي هذا اللي كان تيخمم وكان خمم لهذه الجريمه اللي غيدير بالله ما عمره غيحصل، ولكن في الاخير حصل ان الروح عزيزه عند الله. هذه هي القصه ديالتنا. نتمنى منكم الى عجبتكم هذه القصه تشتركوا معنا في هذه القناه هذه اللي باش دائما يوصلكم الجديد وتكون تشجيع لينا. ايضا تخليو لنا واحد الكومونتير يكون زوين وتخليو لنا واحد اللايك. وبسلام عليكم الى حلقه مقبله ان شاء الله، ومع السلامه.